بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق وأعز المرسلين، الصادق الأمين المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. السلام على صاحب الذكرى الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه، الإخوة والأخوات، العلماء الأفاضل، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الدكتور محمود بابائي ومرافقيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 25 عاما مضت وشمسك يا إمامي لم تغب، فأنت حي فينا كأنك بالأمس رحلت، عندما عدت إلى أرض إيران منتصرا مظفرا قام باستقبالك الملايين بشوق وحنين، وعندما رحلت حملت على أكف الملائكة المقربين والملايين من الشعب الإيراني المفجوع الحزين. كان مسكنك بيتا من بيوت المستضعفين، وبعد رحيلك أصبح مرقدك قبلة للزائرين وروضة من رياض الأولياء الصالحين. إمامي، كم كان وجودك عظيم، حققت بثورتك حلم الأنبياء والمرسلين، وأنشأت دولة المستضعفين الممهدين، وحطمت عروش الطغاة الظالمين. من جدك الحسين ورثت شجاعة الثائرين، من جدك علي ورثت وثبة المجاهدين، من جدك الحسن ورثت هيبة العارفين. أيقظت فينا الوعي النائم، أيقظت فينا الضمير، وأعدت هويتنا إسلامية لا شرقية لا غربية. إمامي، لذكرى رحيلك تدمع العيون، لرحيلك شجون وشجون، ما جف الدمع يوما في مقلتي مذ رحلت، وما أيتمني الدهر إلا رحيلك. كنت أرى فيك إبراهيم عليه السلام محطم الأصنام، وأنت حطمت عرش الشاه بخنصرك. وكنت أرى فيك موسى عليه السلام حين فلق البحر بعصاه، وأنت فلقت البحار بجلال وجهك. كنت أرى فيك عيسى عليه السلام وهو يحيي الموتى، وأنت أحييت أمة ميتة بلمسة كفيك. كنت أرى فيك النبي محمد صلى الله عليه وآله حين دعا لدين الله، وأنت دعيت له بقولك والعمل. أرى فيك عليا والحسن والحسين عليهم السلام. لا تتهموني بالغلو وأنا أتحدث عن معجزة القرن العشرين. كل دول العالم تتخذ قراراتها من مباني لا حدود لحجمها، فالبيت الأبيض، الكرملين، قصر الإليزيه والقصر الملكي. إلا الإمام الخميني الراحل كانت أنظار العالم تتوجه إلى حسينية جمكران، وغرفة صغيرة ملاصقة في شارع ضيق ولكنها كبيرة بحجم الكون. كيف لا وفيها سر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على إخوتي أخواتي، أريد أن أختصر في حضرة العلماء وأقول: إمامي، نم قرير العين مبتسما، فسلوانا إننا نراك هيبة ونهجا ووقارا في خليفتك قائد الثورة وقبطان سفينتك وحافظي سرك الولي الفقيه الإمام السيد علي الخامنائي دام ظله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سفينتك قادها خليفتك إلى بر الأمان، وأصبحت دولة الجمهورية الإسلامية في إيران دولة نووية سلمية، دولة صناعية متطورة رغم الحصار والإعصار، تواجه الاستكبار العالمي، تصنع الانتصارات، دولة تدافع عن حقوقها ومستعدة لصد أي عدوان، دولة تحمي المستضعفين من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن وفلسطين، دولة تردع ولا تعتدي،
دولة تنشد الأمن والأمان العالمي، دولة تقف في وجه الإرهاب العالمي الموجه والمدعوم من أمريكا وحلفائها. فسلام الله عليك سيدي وإمامي يوم ولدت ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل